والله انا يعني رايي ككوتش او معالج نفسي هيكون رايي مختلف تماما عن دينا الانسانه. رايي ككوتش ومعالج نفسي ان انا بقول الناس بقت تعيسه علشان الناس بقت مش عارفه احتياجاتها ايه، بتمشي ورا الموضه، بيشوفوا ايه الجديد وبيعملوه. طيب هل الجديد ده مناسب ليهم ولا لا؟ هم عايزين يقلدوا، عايزين يطلعوا ترند، عايزين يعملوا حاجة الناس كلها بتعملها، عايزين يواكبوا العصر ويواكبوا الحياة. طيب بيعملوا ده وهم مدركين ان دي حاجة يعني ما ينفعش تعمل كل يوم، ما ينفعش تعمل في اي وقت، لازم تعمل بحدود، لازم تعمل بوعي برضو، ولا هم شاطحين في الحياة بس كده؟ لازم نجيب عربيات عاملة ازاي عشان طلعت الصيف، ولازم نجيب ايه عشان برضو طلعت الصيف، ونروح جونة عشان طلعت الشتاء. فاحنا هنا منساقين ورا حياة ناس تانية. احنا بنتفرج من السوشيال ميديا على الحياة اللي هي كلها حاجات جميلة قوي، شكلها حلو قوي، متزوقة قوي، بس انا في الحقيقة مش عارفة انا عايز ايه. طب هل انت محتاج دلوقتي اصلا انك تعمل كده، ولا انت بتعمل كده وخلاص، بتهدر فلوسك، بتهدر صحتك، بتهدر وقتك وخلاص عشان انت بس فلان عمل كده؟ اتوقع ان دي حاجة مخلية الناس اصلا مش سعيدة. رأيي بقى كدينا الانسانة، احنا كل ما بنبعد عن ربنا بنبقى تعصى اكتر. يعني كل حياتنا بتبعد عن الله سبحانه وتعالى، بنبتدي احنا قلبنا يتقفل، وبنبتدي نزعل، بنبتدي نتوجع، بنبتدي حياتنا تبقى مكتومة مقفولة. فلازم ابقى سايب في حياتي مساحة ان ربنا يدخل نور جوه قلبي. ما ينفعش تبقى الحياة كلها كدح وعناء وشغل ولم فلوس واوضاع، وانا عايزة ابقى في البوزيشن الفلاني، وانا عايز يعني بالراحة. الجري ده الكتير مش صح طول الوقت. لازم نقعد شوية ما نعملش حاجة، نقعد نحمد ربنا على النعم الكتير عشان نرضى، وعشان ننبسط بالحاجة كمان اللي ربنا بيديها لنا. في رأيك تأثير السوشيال ميديا سلبي أكتر ولا إيجابي أكتر؟ في رأيي الشخصي سلبي. أنا مش مع السوشيال ميديا، وإلا كنت يعني أنا شغلي كله على السوشيال ميديا، وأنا عارفة جدا ومدركة إن الماركتينج دلوقتي بقى من خلال السوشيال ميديا، وعارفة إن هو بقى أساس في الحياة. بس أنا شايفة إن السوشيال ميديا نزلت لناس مش عارفين يستخدموا الحاجة إزاي. يعني إحنا كبشر ما تمرناش على حتة السوشيال ميديا دي، مش عارفين إزاي نستخدم الجهاز اللي معانا ده. إحنا لقينا جهاز بيجيب لنا الأخبار من كل حتة واحنا قاعدين في المكان فتبلنا. فاللي هو ايه، انا عماله سكرول سكرول، اتفرج اتفرج اتفرج، خلاص انا بقيت مدمنه سوشيال ميديا، مش عارفه اسيب بالموبايل، مش عارفه ابطل ادخل على الفيسبوك ولا ابص على الانستجرام ولا التيك توك. وده غير بقى الترندات اللي بتضحكني، ده غير الفضايح اللي بتشدني، ده غير المعلومات طبعا اللي في ناس بتدخل عشان تجيب معلومات او تدور على منتج او تدور على سيرفيس او كذا او كذا. يعني كنت بشوف ان السوشيال ميديا كانت هتبقى وسيلة نافعة لو احنا كنا مثلا ببساطة في ورش عمل تتعمل او كورسات تتعمل كيفية استخدام السوشيال ميديا في اطار سليم، هادي، مسالم ليك انت نفسيا، ما يخلكش على اللونج ران انت مريض نفسي وانت مش واخد بالك. هل لما بقارن نفسي بناس تانية، ناس ناجحة، ناس أغنى، ناس أذكى، ناس صحية أكتر، ده بيفيدني ولا بيرجعني لورا؟ بصي خليني اقولك من التجربة العملية بتاعتي ومن النتائج اللي انا بشوفها مع الناس اللي حواليا. اوقات الباشن اللي بيبقى ناتج عن التقليد اوقات بيبقى مربح، واوقات بيكون ليه علامة كويسة جدا. يعني اوقات الغيرة الايجابية من الاخر بيكون ليها في حياتك اثر كويس جدا، بيخليك انت تشتغل على نفسك اكتر، بيخليك انت عايزة تطوري من نفسك، بتقتبسي افكار من اللي حواليكي، ودي حاجة ايجابية جدا. انا ما بشوفش ان دي حاجة سلبية. يعني مثلا خلينا مثلا نجيب مثال، مثلا لو قلنا ان ياسمين صبري مثلا بتشتغل على نفسها طول الوقت علشان خاطر هي تبقى ايكون وتبقى بالشكل المنمق قوي اللي احنا بنشوفه ده، او بالشكل يعني تحس ان هي تعبانة على كل حاجة، بتشتغل على كل حاجة، بتشتغل على بشرتها، على جسمها، على شعرها، حتى على وعيها النفسي. انا شفتها انها بتشتغل عليه كويس جدا، وبتحاول ان هي بتطور من نفسها علشان هي تبقى دايما ابديتد، ودايما تبقى هي يعني واحده بتبقى عايزه توصل للعالميه.
فدي واحدة مش قاعدة ما بتعملش حاجة، وفجأة بقى مثلا هي ربنا مديها شوية شكل فهي بقت واحد اتنين تلاتة. لا، دي واحدة اشتغلت وتعبت. ف واي نوت ان احنا ناخدها مثال، واي نوت ان احنا ناخدها قدوة لينا، ناخدها رول موديل بالنسبة لنا، ان احنا نشوف هي قد ايه بتتعب علشان تطور من نفسها وتخلي نفسها واصلة للعالمية اللي هي فيها دي. ازاي ممكن اخلي سعي ومجهودي ليه معنى؟ ازاي ده ما يروحش في الارض؟ السعي ربنا عمره ما هيضيعه في الأرض، مفيش حد بيسعى ربنا هيضيع تعبه. ودي إجابة يعني بسيطة، يفهمها الناس البسيطة ويفهمها الناس اللي عندها ثقة في الله. ولو هشرحها هقولك ربنا عمر ما ربنا بيضيع مجهود حد، إلا ولو كان الشخص ده أصلا بيجتهد في حاجة مش بتاعته، مش عشانه. ما هي في حاجات بتمنع حاجات، يعني ما ينفعش انا ادعي مثلا ربنا اقول له يا رب اخلف، مثلا انا عايزه اخلف ولد وبنت. طيب هو انا متجوزه؟ لا أنا مش متجوزه، طب هخلف ازاي؟ يعني لازم اكون انا ليا يعني في ادب في الطلب، وفي ادب في ان انا مثلا اقول ايه، اصل انا سعيت وان انا اجتهدت وانا رحت وعملت وربنا ما ادانيش. عملت ايه؟ اشتغلت مثلا تاجر، انت بتفهم في التجاره؟ لا. طب بعت واشتريت ايه؟ اصل انا استلفت فلوس من فلان ورحت وجبت بضاعه وعملت. استلفت، طب هتردهم ازاي؟ ما هو الشغل هيجيب وبتاع وهسد. طيب انت النوع البرودكت اللي انت هتبيعه ده انت بتفهم فيه، عارف هو بيتباع ازاي، تقدر ازاي تسوق له؟ لا، بس انا نزلت ورحت واشتريت وعملت. هو ده مش شغل؟ انا اشتغلت اهو، بس الحاجة ما اتباعتش وربنا ما، انا سعيت وربنا ما جابليش الرزق. فطبعا هنا ده يعني عبث. لا، احنا بشوف النمط ده كتير قوي في الحياة، بشوف ناس كده كتير قوي تروح تعمل حاجات تتعب فيها قوي وهي مش بتاعتها خالص خالص، وما عندهاش اي ثقافة عنها، وما بتحاولش حتى تتعب نفسها يعني شوية حتى تتعلم ممكن اعمل ده ازاي. لا، وهو مستني انا خلاص، انا نويت من جوايا ان انا اشتغل. فين بقى الرزق؟ فين السعي؟ لكن كسعي حقيقي بكل الاتجاهات، وقفلت كل الجوانب وعملت كل اللي عليا وعملت كل اللي اقدر عليه واللي ما اقدرش عليه، و... وربنا بقى ما لسه الرزق متأخر شوية. الصبر يعني جميل. اخر سؤال، ليه الناس زمان كانت اقوى مننا وبتقدر تنجح اكتر مننا وبيستمروا في سعيهم وفي مجهودهم وفي تعبهم؟ بالعكس، انا شايفة ان الناس النهاردة انجح من زمان على فكرة، لان المنافسة النهاردة بقت صعبة جدا. الكومبيتيشن بقت عالية قوي، والناس اللي بقى عندها من النولج بقت ناس كتير قوي. والناس في ناس كتير انا شايفاها عايزة تشتغل على نفسها وتصلح من نفسها وتغير حالها وتطور من نفسها. ناس بتروح تتعلم لغات وبتاخد كورسات، بتحاول تسافر بره، تتفرج على العالم، تشوف العالم ماشي ازاي. ناس دايما قاعدة بتعمل سيرش، ناس قاعدة دايما بتحاول تظبط جسمها، تلعب رياضة، بيحاولوا ينظموا اكلهم، ياكلوا اكل معين. يعني انا شايفه الناس دلوقتي بقت ديديكيتد قوي انها تخلي نفسها ناجحه في حاجات كتير. برضو زمان المنافسه اي ثينك انها ما كانتش معرفش يعني، بس انا شايفه ان زمان المنافسه ما كانتش مرعبه قوي كده. الرقصات مثلا زمان كانوا كتير قوي، فكان في منافسة عالية جدا. ماشي، كان في منافسة، ولكن برضو كل واحدة كانت مميزة. سامية جمال غير تحية كاريوكا، كيتي مثلا غير، يعني ده اللي انا متذكراهم. كانوا ما كانوش يمكن برضو كتير بالعدد الرهيب، بس كانوا مميزين. اتوقع احنا هنا برضو عندنا رجال اعمال مميزة وبينجحوا بيحققوا. في ديفلوبرز كتير برضو يعني مطورين شاطرين واسمهم مسمع كويس. في ظل احنا زمن بقى فيه الفاسيلتيز مخليه الدنيا مش فير شويه. يعني في ناس عارفه تستخدم الفاسيلتيز دي بطريقه كويسه قوي وعندها امكانيات، وفي ناس بتحاول. فلازم نقول على الناس برضو اللي هي اللي ما عندهاش ده انها بتحاول وبتنجح. وعامه احنا طول ما احنا عايشين لسه هتبقى في حاجات بتتطور. احنا دلوقتي هنبتدي ندخل في كومبيتيشن مع الاي اي، فدي كومبيتيشن كبيرة قوي. فاحنا يعني لازم نكون قد التحدي، وان شاء الله ننجح ونعرف نحقق حاجة كويسة.